يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الوقت طلب مني واحد سموزي مانجا بنص كوبايه مانجا. هنعمل واحد سموزي، انتوا عارفين يعني ايه نص كوبايه مانجا نعمل بيها سموزي كبير من اللي بيتطلب في الكافيهات الكبيره، باللي هو بيتباع بره ب 30 و 40 جنيه. في البيت مش هيكلفنا 5 جنيه، والله العظيم ما هيكلفنا 5 جنيه. واسمعوا كلامي علشان انا بجيب لكم النهيه اللي من الاخر قوي. جبنا نص كوبايه مانجا، وركزوا معايا في الكلام. بعد كده هنجيب شفشق الخلاط، وهنقوم نازلين عند الايس ميكر، وهنقوم ساحبين كوبايه تلج. تمام كده. بعد كده هنجيب السكر بتاعنا، والسكر هيبقى حسب الرغبه. انا هحط 3 معالق سكر من المعلقه الصغيره. تمام قوي. بعد كده هنقوم جايبين نص كوبايه المانجا اللي انتوا شايفينها دي. على فكره الكوبايه دي صغيره، ما هيش كوبايه كبيره يعني. بعد كده هنقوم حاطينها كلها في الخلاط. تمام قوي. بعد كده هنجيب الغطا وهنغطي وهنسيبه يتضرب لمدة 15 ثانية. تمام قوي كده. بعد ما سيبناه يتضرب، انا بصراحة سيبته يتضرب لمدة 35 ثانية. 35 ثانية ده علشان نضرب السموزي، لان علشان يتفرك ويتفرم معانا عشان يطلع لنا واحد سموزي في الجون، يعني حاجة كده عظمة قوي. بعد كده سحبنا كوباية، وتعالوا بقى موريكم السموزي بعد ما احنا عملناه هينزل عامل ازاي. طبعا مش هنلاقي فيه قطعة تلج يعني. حاجة كده عظمة قوي. طبعا نازل اهو، نازل يعني كتل، يعني كأنه كده قطعة واحدة، يعني كأنه ميلك تشيك، كأنه عصير تقيل. المهم اللي هو نازل يعني مفيش فيه اي قطع تلج نهائي خالص يعني. وهو ده السموزي. يعني عشان نعمل السموزي لازم نعمله بالطريقة دي. حاجة كده عظمة قوي. واحد سموزي نقدر نعمله في البيت بمنتهى السهولة يعني. ده في البيت والله ما هيكلفنا 5 جنيه. بره البيت لو حبينا نشربه هنشربه 30 جنيه 25 جنيه حسب اي كافيه موجود عندنا يعني. هو بالسعر ده بره، لكن في البيت زي ما انا قلت لكم مش هيكلفنا 5 جنيه. حاجة كده عظمة قوي. يا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك، وما تنسوش تعليقاتكم الجميله اللي بتزيدني شرف واهتمام. ويا رب اكون عند حسن ظن حضراتكم. كان معاكم احمد الشناوي من كافيتيريا خاصه. بس خلاص.